ابويا كان بيقول لي دايما ما تطولش النظر في وش الميت، عشان في نظرة منهم مش هتفرقك طول عمرك. وجودك في المقابر بأي شكل من الأشكال بيخلي جواك شعور مختلف، لكنه بيتلاشى بالتدريج بمجرد انتهاء زيارتك. تخيل بقى شخص زيارته ما بتنتهيش، والتراب هي بيته اللي عاش فيه طول عمره. أكيد حياته غريبة، واللي شافه وسمعه أغرب، بس اللي أحكيهولك دلوقتي انت ما سمعتش زيه قبل كده. وإنكم تكملوا معايا الحكاية لآخرها وتشتركوا في الأوضة اللي برا، ده مش علشان دعم المحتوى، ده علشان تساعدوني أخرج من الأوضة وتعرفوا أنا أبقى مين، وتسمعوا حكاياتي وقتها بشكل يليق بجثثكم يا شوية أموات على الأرض. محسوبكم رفاعي، أنا حفار قبور في القرية دي من وأنا عيل، ودلوقتي أنا في 50 من عمري، متجوز وربنا ما رزقنيش بالضنا، لكن راضي بحياتي ومأدي دوري وفي نعمة ورضا. دي شغلتي، ورثي من أبويا وجدي، شغلانة ما هياش عادية، بس علمتني كتير. اتعلمت الصبر والتسليم بقضاء المولى، وإن الكفن ملهوش جيوب، وإن مش كل النواح والبكا حزن، في منها انفاق. ياما ورا غرغرة العيون غدر وسواد، حتى الدموع الصادقة مسيرها تجف. العقل نساي ومدايم إلا وجه الله. أما عن الحكاوي اللي تخوف فدي منها كتير، أصبحت عادة لحد ما جت الليلة اللي عرفتني بصحيح إن اللي يعيش ياما يشوف، وأنا اللي شفته يومها شقلب كياني لعنة ولسه ما انتهتش. في ليلة عنوانها الظلام وبرد الشتاء، باب رفاعي بيخبط. كان فاضل على الفجر ساعة، هزم البرد وقام من تحت غطاه، فتح الباب، واللي شافه قصاده راجل متلسم بعيون دبت الرعب في قلبه، اللي نسي الخوف من سنين وسط الأموات. الراجل شايل على ايديه لفة قماش أبيض، قرب منه همسله في ودانه وقال: قال لي اللي في ايديا ده طفل رضيع، لازم يدفن وبسرعة ومن غير صلاة جماعة. استغربت طلبه، بس الأغرب إني ما جادلتهوش. لقيت نفسي بخرج معاه كده وبسحب عدتي في ايديا وكأن شيء سايقني، ده مش بإرادتي ولا أنا اللي بتحرك. فتحت التربة، أخدت من إيديه لفة القماش، وحسيت بجدة الولد في إيديا دافية كأن لسه فيها الروح. هبت ريح قوية كشفت الغطا عن وشه، وكان غريب، أبيض بشكل ما هوش طبيعي. عينيه مفتوحة وبصصلي نظرة هزتني وقتها. افتكرت كلام أبويا، غطيت وشه، حطيت الجتة في التراب وتميت الدفنة. مش الراجل من قصادي ومن غير ما ينطق حرف، ومن غير ما أعرف إزاي وصلت لسريري ونمت نوم تقيل. ما حسيتش بنفسي غير تاني يوم. قام رفاعي من نومه وكان بدأ يقتنع إن اللي حصل له ده مجرد حلم أو كابوس غريب. خرج على طول من أوضته
اتجه لمكان القبر اللي كان فاكر سكته كويس. وصل لهناك واللي شافه غريب، التربة موجودة فعلا، والأغرب إن الأرض اللي حوالين التربة طرحت ورد أبيض. الورد ده جه هنا ازاي وإمتى؟ ولما قرب شوية شم ريحة حلوة ما شمش زيها في حياته أبدا، واتأكد وقتها إن اللي حصل ده للأسف ما كانش حلم. ومن بعد الليلة دي وأنا ما شفتش راحة أبدا. كنت متعود أقعد بالساعات قصاد شباك عندي في البيت، وللأسف الشباك ده بقى بيطل على تربة الولد، وبقيت كل ما أبص على التربة أسمع صوت الواد بيعيط بكا وأنين. مجرد ما أخرج يختفي الصوت. الخوف بقى مصاحبني طول الوقت. دفن الجتت بقى تقيل على قلبي. في الليل مراتي تنام بكل هدوء وسلام، وانا اقعد قصاد الشباك بترعش ومانيش قادر. مهما رددت من اذكار الخوف ما يفارقنيش. وفي ليلة من الليالي، تحديدا في ليلة الجمعة، ورفاعي قصاد شباكه كالعادة شاف من بعيد 4 ستات بيقربوا من قبر الولد، وشوشهم مخفية ورا نقاب اسود سميك. اول ما وصلوا للتربة فضلوا يلفوا حواليها باستمرار، وهم بيرددوا كلام غريب بلغة مش مفهومة. وفجأة كلامهم ده يتحول لصوت زغاريد فرحانة، وشوية يتحول لصراخ ونواح يشق صمت الليل. وبعدها بكل هدوء يمشوا ويرجعوا من نفس طريقهم، وينتهي المشهد المرعب ده اللي بقى بيتكرر قصاد رفاعي كل ليلة جمعة، لحد ما في ليلة منهم وهم بيلفوا حوالين التربة وقفوا مكانهم فجأة. واحدة منهم بصت لعيون رفاعي وقالت له: هو ده العهد يا رفاعي، واللي ينكس العهد يبتلي هو ونسله. عرفت وقتها اني متورط في مصيبة ومفيش منها هروب. قلت ما بدهاش بقى. مسكت المصحف في ايديا وخرجت لهم. وقفت قصادهم هما ال4، وبخطوات سريعة قربوا مني، وسبحان من ثبتني وقتها لقيت نفس الست اللي كلمتني منهم بتقرب مني وقالت لي: انت مش غريب عن العهد، انت اللي دفنت الولد وبقيت جزء من السر. سر ايه ده طفل بريء وانا دفنته على الشرع. الولد اللي دفنته ده مش من العالم بتاعكم، لكنه بقى أمانة بينكم. وفي اللحظة دي ومن تحت التراب صرخ الولد بصوت فظيع، وسمعت بعدها صوت مراتي بتصرخ باسمي. ومن بين الستات ال4 كشفت واحدة تانية منهم عن نقابها، وكانت ست عجوزة. والغريب اني عرفتها. دي الست يامنة الدجالة، دجالة في القرية معروفة بتتعامل مع الجن. مسكت ايديا بقوة وقالت لي: اصبر يا رفاعي، انت ما غلطتش يا ابني، ولكنك ابتليت. هيتفتح لك باب ما اتفتحش لغيرك ابدا. هتشوف اللي ما شافهوش بشر. هتعيش في نعيم ان صبرت، وان ثبت مكانك، وان ضعفت يا ابني
فيا ويلك انت واهلك. اختفى الكل من قدام رفاعي زي الدخان، ولقى نفسه واقف قصاد التربة لوحده. ومن بعد الليلة دي ما فرقتهوش الكوابيس، ومش هو لوحده، بقى هو ومراته، وبقوا يشوفوا حاجات غريبة في البيت. صوت عياط الطفل ما بيفارقهمش طول الليل. أي أكل بيطبخوه بيخرج منه ريحة بشعة ويتعفن بسرعة. حتى المية لونها بيتغير وبتتعكر بالدم. مفيش شيء حواليهم بقى عادي، حياتهم بقت جحيم. رفاعي بدأ يحس بالمرض، بقى ضعيف وقليل الحيلة، ومراته بتستنجد بيه كل ليلة وبتصرخ من وجع في معدتها. كانت بتقولي إن في حاجة في بطني بتتحرك، نلف على الدكاترة يقولولنا سليمة وما فيهاش حاجة، لحد ما جت في ليلة الولية سقطت على الأرض من الوجع، ولقيت بطنها بتتنفخ قدامي وبتقولي يا رفاع أنا بولد. معرفتش أعمل إيه غير إن أكلم الداية. الست حضرت بسرعة وبدأت تتصرف، ومراتي اللي بقت حامل فجأة من دقايق دلوقتي بقت بتولد فعلا. وفجأة الداية بتصرخ. الولد اللي نزل على ايديها عينيه مفتوحة، ساكت ومبتسم وكأنه هيتكلم. لونه أبيض بياض مش طبيعي، عروقه زرقاء في جسمه. الداية ما قدرتش تبص في عينيه، سابته الأم اللي أغمى عليها بعد الولادة وخرجت بتجري من البيت. رفاعي واقف مذهول، ولكنه مش حاسس إنه بيشوف الولد ده لأول مرة. هو نفس الولد اللي دفنته ليلتها، هو الولد، وهم نفس الستات الأربعة ظهروا قصادي من تاني. بسببك انت ومراتك يا رفاعي ابني اتولد من جديد. دلوقتي انتهى العزا وابتدت حياة جديدة. وافتكر كويس، هو أمانة ما بينكم في العالم بتاعكم لحد ما يكبر ويرجع لنا، ووقتها ياخدكم للعالم بتاعنا، وهناك هيتردلكم كل اللي عملتوه مع ابننا وتترحموا من عذاب الدنيا. وفعلا كل اللي أنا عايش فيه من يومها هو عذاب في الدنيا، خلاني أتمنى الموت في كل لحظة. الولد عدى عليه أيام معانا وكبر كأن عمره شهور، ولما عدت شهور كبر كأن عمره سنين. الطفل بيكبر بسرعة غريبة وتصرفاته بقت أغرب. الولد ما بيشبعش، ما بيطلبش غير الدم والجثث اللي بيخرجها له رفاعي من تربتها ويقدمها له. اتحولت انا ومراتي الخدام عنده، بنحقق طلباته، وامه الحقيقية ما بتفوتش ليلة الا وتزورنا، هي وكائنات معاها بكل الاشكال والالوان. رفاعي بقى عايش في جحيم على الارض ما يتخيلهوش بشر، عايش مع كيان مرعب مربوط بلعنة ملهاش آخر. مفيش مفر، البيت والمقابر بقوا سجنه. مبقاش قدامي غير حل واحد، يقتل الولد. قتلته ودفنته بإيديا زي أول مرة، لكن الحكاية ما انتهتش. نبش قبره بإيديه وخرج لنا تاني، عايش سليم مفهوش خدش. بقيت بقتله كل ليلة، مفيش فايدة يا رفاعي.
وقتها عرفت إن مفيش غير حل واحد. سامحيني، بس هو ده الطريق الوحيد للهروب من اللعنة. أهل القرية اتجمعوا كلهم نهار الجمعة على خبر رفاعي قتل مراته وبعدها نفسه، الاتنين سايحين في دمهم في قلب التراب. حياتهم هنا ابتدت وهنا انتهت. اتدفنوا واتدفن معاهم سرهم، وعند تربتهم طرح الورد الأبيض. وفي كل ليلة جمعة تحضر الستات الأربعة ويلفوا حوالين التربة يزغرطوا ويصوتوا وياخدوا العزا. أنا كنت فاكر أبويا في الأول بيخوفني، وكنت بقصد أبص بالعند في وش الميت وأطول في النظر. أصل هيحصل إيه يعني؟ ده ميت.